4 3 2 1. مساء الخير يا جماعه، دي حلقه كمان من مراجعه حفلاتي اللي هو مين السكر. هو مين السكر بمنتهى البساطه عرض ارتجالي تفاعلي مع الجمهور. كل حد كتب لي كارت من الجمهور وانا ما لحقتش ارد عليه في الحفله، برد على كل الكروت دلوقتي. اي حد عنده موقف او عنده حكايه عايز يشاركها معايا يكتب لي في الكومنتات علشان نتكلم فيها الحلقه اللي جايه. ولو عندك تعليق على الحاجات اللي انا اصلا اتكلمت فيها دي اكتب لي في الكومنتات. معايا اخواتي هنا في الاستوديو نسمع بجد والله العظيم كامل التقدير والتحيه لكل الدكاتره ولكل المهندسين ولكل المصورين في الاستوديو. شكرا اخواتي بجد والله العظيم على هذا الروح الطيبه. شكرا بجد. فار ابوس ايدك، سيب الاكل وركز معايا. فار بينقر في الحاجه حرفيا. ايوه بجد مفيش بعد كده. انا عندي 2 سكراب دلوقتي في البيت والله، لو حد معدي هيقطع كشف والله. بجد انا بجد عايز اشكر. انا كاتب اسمكم كل الناس اللي كتبت لي كومنتات على الفيديو اللي فات، هقول اسمهم واحد واحد اللي كتبوا لي كومنتات. ميدو ديزاين 3 منهم قاعدين هنا. بس يا جماعه لو سمحتوا لما تكتبوا كومنتات وانتوا صحابي وعايزين تدعموني ارجوكم استخبوا شويه، يعني حاولوا تداروا نفسكم. يعني حاولوا مثلا تقولوا ايه ده الحلقه دي حلوه قوي، طلع مش عارف مين معاك تاني، بس ما تكتبش مثلا نار الستوري نار. تكتب لي ستوري نار ليه؟ ايه الموضوع ده؟ ستوري للبنات بس. الاسم ميملي بتشتغل ايه؟ ترافل سوبرفايزر. ماشي. اغرب سبب يعني ايه؟ مش عارف ايه الترافل سوبرفايزر. انا افتكرت ده عادي وانا بس اللي يعني قلت هداري ان انا مش عارف. ترافل سوبرفايزر ده اعتقد اللي هو مشرف الرحله. هل هذا مشرف الرحله؟ صح؟ بتلم الاجره؟ هل هي دي الشخص اللي بيلم الاجره؟ اغرب سبب اتخانقت او فركشت عشانه. احنا ما فركشناش، هو في يوم وليله اختفى تماما وما رجعناش تاني. بس هو الفكره ان هو بتاع احنا في يوم وليله هو اختفى. حد حصل له موضوع الجوستنج ده، ان انت تبقى نايم مرتبط فجاه صحيت انت مش لاقي الشخص اللي انت مرتبط بيه. انت عارف كان بيحصل امتى؟ كان بيحصل زمان ايام ما كنا اطفال، او كان بيحصل الفتره اللي هي بتاعت المدرسه، ان انت بتبقى نايم تصحى تاني يوم الصبح البنت اللي انت معاها دي اختفت. عارف انا متخيل فرق، عارف فاكر يا جدعان زمان؟ هو كلمها اصلا، هو ما كانش لا ثانيه واحده. عارفين اللقطه بزمان بتاعت ان احنا كنا بنكلم بنات على السكايب اجانب، وكانوا في الاخر بيسرقوا مثلا منك فلوس والحاجات دي. دول عملوا معفار كده، كلهم عملوا معفار كده انا متاكد. هناخد حد تاني اسمه عمار، بنقول له مصيبه عملتها في الشغل او البيت او الارتباط. كان بيقول سافرت السخنه بعربيه بابا من وراه وعطلت بيا هناك. وانت في مره حاولت تداري حاجه، بس اللي قلت ايه انا هغلط المره دي بجد ربنا يستر عليا بس تعدي، وبعد كده مش هعمل ده تاني. وبتحصل تقع في حاجه ربنا يكشفك، فاهم؟ تلاقي مثلا حد بيفتن عليك، حد قال لامك، حد قال لابوك. لا عادي وما عدتش. كنت بعمل عادي وعدت. لا كنت بعمل تاني، يعني كنت بتقفش بس كنت بعمل تاني عادي. وكنت تقفش. ايه الحاجه اللي حصلت معاك؟ غلط الغلطه 60 مره. ما بيسجلش. لا يلا في ايه يا عم انجز. طب كمل عليه. كمل فرنا. كمل انت ربنا يستر عليك فعلا، بس انت مصمم تغلط نفس الغلط. لما نقول لك بعدين بقى. لا مش هقول بقى. لما انا قفشت. هو انت قصدك على ايه؟ غلطات واحنا صغيرين يعني؟ وانا كنت معاك وانت صغير. انت عارف انت بتغلط المره دي بس خلاص هي تعدي ومش هعمل ده تاني. وبتتقفش وعلى يعني على حظك رصيدك من الستر انتهى وبتتقفش. لا ما حصلتش معايا. حصل معاك حاجه شبه كده؟ ايه؟ اتقفشت وانا مصاحب. ماشي صغير. ماشي. بس اتقفشت قفشه وحشه. اتقفشنا دبل قفش، يعني هي اتقفشت من عندها وانا اتقفشت من عندي. دي تقليديه كلاسيك. دي كلاسيك. مشكله كبيره في المدرسه. المشكله الكبيره اللي في المدرسه دي كانت بخصوص بنت بره الموضوع، خلتنا كشله نتقفش بالبنات اللي بنكلمهم. كلكم؟ كلنا 9 بني ادمين. ده شقه دعاره. هم قفشنا بالملايات، فاهم؟ مطلعينهم كلهم بالاكونتات، فاهم؟ الباسوردات عاملين كده. وبعدين بقى ايه، هو بدا بقى يفتح الفهرس. يطلع من الكتالوج كل واحده كل حاجه بقى. وكيل المدرسه فبيصحى متاخر. ايده قد الرينج لايت. لو النفس ده كف ايده. يعني هو دخل، هو المشكله حصلت من 8 الصبح، فاتقال له على المشكله وهو لسه ايه بيشرب سيجاره اللي هي السرير دي لسه ما فاقش. فهو جله متلهوج، محبوسين في اوضه الالعاب. فدخل فلقى ناظر المدرسه في وشه. قال له مين اللي عمل المشكله دي؟ اللي عمل المشكله دي وراه على طول، وراه دايركت، وراه كده. هو بيقول وراه كده اللي هو واقف وراه كده. انا بساله المدير قدامي هو في وشه. قال له اللي وراك. فهو لف 180 درجه. لف بكفه زاهيدي.
في كده جت على ودن صاحبنا حصل له خرم في طاوله يلعب دف بقى بيلعب آلة تانية دلوقتي. كان في مستر علاء عندنا كان بيتفنن في تعذيب الطلبه. وكان بيعمل ايه بقى؟ في واحد هو كان مدرس دراسات، تمام؟ قول يا صاحبي بس سر على رتمك عشان بس حاضر. احنا فاهم. هو كان مدرس ده مش دراسات، دوكيومنتري. تمام. اخلص ها. هو حاسس انا ببتدي اقفل بقى اكلم الكنترول. اقفله مع ابن كان مدرس دراسات، وكان دايما بيحب ان ما حدش يعني ايه كلنا نبقى جايين عاملين الواجب وبتاع. ماشي ففي واحد نسي ان هو يعمل الواجب بتاعه، ماشي بس فهو كان عقابه مش زي مدرس تاني ان هو اخره اقصى حاجه يضربك بالعصايه مثلا. ماشي. لا هو كان بيجيبك بره الفصل مش تبقى عبره بقى لاي حد معدي، تمام؟ وبعدين يروح مقعدك على بطنك، لا تمام؟ صح. استنى بس افهمك على حاجه. لا ما تفهم. وبعدين بيقول ما لك تكملش. استنى، بيقول لك حط ايدك حط ايدك ايه يا عم؟ ما تكملش يا عم، ما تكمل. فوق دماغك، تمام؟ اكنك نايم كده زي القصر حرب، تمام؟ وبعدين ايه؟ يروح هو ناطط. لا مش هستنى لما تجيب عيال. ما تكملش يا عم. بينط على ظهره ومش برجليه، هو بيعمل كده يروح نزل بروحه. دي محدش شايفك وانت بتنط. قولها ببقك، محدش شايفك. قول الجهاز الهضمي اللي بينط عليه. قول يا ابني. بينط وضح. بركبه أيوة. على ظهره. ايوه شفت بقى؟ انت بتمثل من ورا الكاميرا، انت غبي. فهو كان بينزل على ظهره بركبه، تمام؟ بعدين لو هو حس ان هو ما اتوجعش، فاهم؟ فراح هو ليه بيسيب جبات؟ ليه بيسيب جبات؟ ما تسيبش جبات يا بابا. طيب راح بينام. ولما بقى نخش ونقفل النور هنشغل فيلم. انا عايز اقول بجد بس انا خايف اتفهم غلط بعد كل ده. انا شكلي على فكره كنت اصغر من كده بكتير. لا والله اصغر من كده مليون مره والله. لا انا ازمتي ان انا امي بجد كانت كل مره تقول لي ما تشربش بيبسي و7 وكانت تقفش انا بشرب بيبسي و7. كانت تقول لي هجيب لك هشاشه في العظام وده غلط عليك دلوقتي. ففي مره احنا كان في ست عندنا بتنظف في البيت، فاست عارف انت المشهد اللي هو بتاع ان انت المطبخ ضلمه وفي سبوت اضاءه منور واحد بس على ازازه ال7 موجوده لوحدها على رخامه ومش مشبره. ازازه ال7 بتعرق من جمالها. عارف انت اللي هو بتنزل قطرات قبل المغرب بساعه دي. ايوه اللي هي قطرات الندى دي، عارفها؟ اللي عماله تعرق كده ومتبروزه عارف كده، بس انت تروح تقص الشريط فانا شايف ازازه ال7 بتلمع في المطبخ، والله انا هموت من الفرحه. فانا جريت على ازازه ال7، انا مش شربتها، انا انتهكت حرمتها، فاهم؟ فتحت وشربت. انا خلصت، انا بعمل عارف اللي هي سوري يعني اللي هي الكوريعه اللي هي بتاعت ال7 دي مش 7، ده جاز. يا نهار اسود. جاز انا فولت، انا عملت والله صح قلت لك. انا يا اسطى انا دي اول مره شربت ال7 اللي هو ما شاء الله اللي هو فاهم اللي هو عرض عائلي اللي هو كبير ده. شربتها كلها وبدات احس بحاجات مش كويسه. امي بقى شايفاني من بعيد، هي عارفه ان ده جاز، فهي بتجري عليا، انا انبوبه منفسه يعني. عارف عايزه تشوف النار هتخرج من تبتدي تعمل التست. انا بموت هي فاكراني بلتش، انا بموت، انا ضايع. وانا طفل بدات اهلز ولما انا اموت تقول لي ما تفولش. انا بدات اجيب كل اللي في بطني، انا برجع بجيب كل حاجه، انا خلاص بجيب الواد بيمسح الازاز. رجعته المحطه تاني بالتبس بكل حاجه. مشاكل بريئه برضه. ايوه انا كنت ده عدم اي حاجه، ده بلوغ متقدم. استاذ عمار انا اسف جدا للي حصل في عربيه باباك، بس احنا رساله من اصدقاء البرنامج. للاسف رصيد الستر بتاعك انتهى، فانت محتاج يعني تستلف. طلع فلوس لله، اعمل اي حاجه يعني. من اسم فهد، ذكرى في مسيرتك التعليميه ما تقدرش تنساها. مره كنت في درس تاريخ عندي في البيت، وفي اليوم ده كنت عايز الغي الدرس بس هو كان رخم مرضيش يلغي، فحبسته في البلكونه وسبت البيت وخرجت علشان اصحابي كانوا مستنييني. انا اجبن من ان انا اعمل حاجه زي دي. الاستاذ الاحترام. الاستاذ طبعا الاحترام. انا ما اقدرش يا جماعه بصراحه يعني اعمل ده في مدرس. يعني لو هعمل ده يكون ان شاء الله اخر يوم مثلا في مسيرتي التعليميه، عشان ابقى جريء كفايه ان انا عارف ان هو مش هيجي لنا البيت تاني. كان في مره مدرس عندنا كان بيدي اخويا درس في الصاله، فانا كنت لسه صغير يعني تقريبا كنت عندي 4 سنين 5 سنين حاجه زي كده يعني. ماشي. فانا مش عارف ايه اللي خلاني اعمل كده. دخلت المطبخ عندنا
وبعدين خدت شوكه. تمام تمام. ليه؟ ما هقول لك بس. وانا قعدت اسحب بره، ما اعرفش ليه قعدت اسحب عشان هو ما يشوفنيش. فانا جيت من وراه، كان الكرسي فيه فتحه كده. لا 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 لا. جيت من هو وراه. انت ليه النهارده عايز تعمل ده؟ استنى بس يا فاهم. انت ليه النهارده دورك غلط؟ هيقول لك ويمسك الشوكه واقول له يا استاذ اتفضل دوق البسبوسه. انت ليه عايز تعمل ده النهارده؟ هتحط له الشوكه فين؟ هتحط له الشوكه فين؟ خلاص اديتها له يعني. اديتها له. هو فعلا يقول لك تسلم ايدك يا حبيبي. طعمها خرا الكيكه دي. طيب يا جماعه دي مراجعه حفلاتي هو مين السكر. احنا دلوقتي الموضوع معتمد اعتماد كامل على المواقف اللي انتوا هتكتبوها لي في الكومنتات. اكتبوا لي اكتر موقف محرج اتحطيتوا فيه، اكتر مشكله تسببت لكم في خناقه في علاقاتكم، حاجه ليها علاقه باهلكم. يا ريت تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب. سلام عليكم.